غازي وكل الموجودين يعني، وبعتذر إني عم غيب كثير على الغرفة. أبو مستو، الشباب، أسبرين، كل طبعا أنا بدي أحكي شوي عن وضع حمص، لأنه للأسف وضع حمص يعني كل يوم عم بصير مأساوي أكثر. طبعا اليوم بمدينة حمص اليوم عم تدخل اليوم التاسع على حملة عسكرية شرسة من 9 أيام بدأت، حصار لأربع جهات على أحياء حمص المحاصرة وخاصة حي الخالدية، مع محاولة لاقتحام هذا الحي بمختلف أنواعه يعني بمختلف الطرق. طبعا القصف يستهدف هذه الأحياء بمختلف أنواع الأسلحة، بداية من السلاح الخفيف انتهاء بالطيران وصواريخ أرض، وما تم استخدامه منذ فترة، منذ عدة أيام من سلاح يعتقد أنه كيماوي. طبعا اليوم الوضع ليس يعني لا يختلف كثيرا. بداية من الصباح بدأ القصف بالمدافع وبالهاون وبراجمات الصواريخ في محاولة لتغطية لتسهيل اقتحام هذه الأحياء. طبعا هذا التصعيد العسكري للأسف الخذلان للكتائب الموجودة داخل حمص دفع المجاهدين لتوزيع الأحزمة الناسفة. اليوم كل شخص، كل مقاتل في مدينة حمص يرتدي حزام ناسف. طبعا محاولة لاقتحام هذه الأحياء وبنفس الوقت تصدي وصمود. طبعا ما راح نحكي كثير عن خسائر الجيش الحر، ولكن راح نحكي عن خسائر النظام. طبعا هناك ما يقارب 60 قتيل من عناصر النظام، أغلبهم من الشبيحة من الأحياء الموالية. وأيضا منذ قليل سقط صاروخ أرض على أحد المباني اللي تحصن بها الشبيحة. هناك أنباء أن أكثر من 30 قتيل من الشبيحة قتلوا. طبعا النظام استطاع أن يحرز تقدم في أحد جبهات الخالدية بعد أن سوى بعض المنازل بالأرض، يعني تم قصف منازل لتحول إلى ركام، واستطاع النظام الدخول باتجاه هذه الأحياء. طبعا الأضرار داخل حي الخالدية أضرار كبيرة. البارحة 5000 صاروخ سقطت على حي الخالدية. اليوم خلال ساعة أحصي ما يقارب 250 قذيفة خلال ساعة واحدة مختلفة، بينهم 3 صواريخ أرض. دمار هائل. نؤكد أنه داخل هذه الأحياء نحو 800 عائلة محاصرة داخل أحياء حمص المحاصرة، وهم ما نخشى عليه. طبعا نتيجة للقصف المستمر ولكثافة النيران لا يمكن التنقل لمعرفة أوضاع هؤلاء الناس. أعداد الشهداء حتى الآن لا يوجد إحصاء ثابت، أيضا أعداد الجرحى. طبعا نؤكد أن هذه المنطقة محاصرة منذ ما يقارب العام. اليوم دخلت العام و26 يوم بعد العام. طبعا محاصرة وحرب استنزاف خلال 9 أيام. يحاول المقاتلين الصمود. حتى اللحظة لا يوجد دعم مذكور ولا يوجد تحرك في الكتائب باتجاه أحياء حمص المحاصرة. طبعا التصعيد لا يشمل فقط أحياء حمص المحاصرة، بل امتد ليشمل الريف الشمالي، وخاصة مناطق تلبيسي والرستان والحولي. قصف بالمدفعية وبراجمات الصواريخ على مدينة رستان. البارحة وصف القصف بأنه الأعنف منذ بداية الثورة. وأيضا مدينة تلبيسي تعرضت للقصف براجمات الصواريخ. الحولي تتعرض بشكل يومي لقصف ورجمات صواريخ. وهناك شيء من استغلال النظام للتغطية الإعلامية على أحياء حمص المخاطرة ومحاولته اقتحام أحد مناطق الريف الشمالي، وخاصة مدينة الحولي التي تحوي ما يقارب 80,000 مدني محاصرين، ولا يوجد طريق لإخراج هؤلاء خارج المنطقة حتى لو أردنا ذلك. طبعا أيضا مدينة تدمر دائما ما تشهد قصف، وخاصة منطقة البساتين الأثرية واحتراق لأشجار النخيل التي تعود عمرها لما يقارب 100 عام. طبعا أيضا اليوم في مهين في استغلال لنسيان الإعلام لهذه المناطق. دخل الجيش النظامي إلى مهين وانتشار أمني واقتحام لعدة منازل، وهناك أنباء عن اعتقال ما يقارب 40 شاب من مدينة مهين. أيضا في جوسي توغل النظام نحو 2 كيلومتر اقتدع القاع، وأيضا هناك أنباء عن اعتقالات في صفوف المدنيين. طبعا الوضع في حمص أقل ما يقال عنه مأساوي، وللأسف حتى اللحظة لا يوجد أي تحرك لمحاولة مساعدة أهالي حمص، لا على مستوى دولي ولا حتى على مستوى المعارضتين أو ما يسمى بالمعارضات، معارضتين إن كان سياسية أو خارجي أو عسكري. طبعا هناك دعوة من الناشطين في مدينة حمص لإسقاط لإسقاط شرعية الائتلاف الوطني من خلال جمع تواقيع من قبل الناشطين وقادة الكتائب. ولكن طبعا أنا يعني عتبي ليس على الائتلاف الوطني، عتبي على ما يسمى بالمعارضة العسكرية متمثلة بهيئة الأركان التي حتى اللحظة لم تقدم أي شيء لمدينة حمص منذ بداية الثورة. في مدينة القصير ناشدنا كثيرا الامداد بالسلاح، يعني حتى لا نبخسهم حقهم،
تذكروا القصير ولكن قبل أن تسقط بأيام، يعني بعد مثل ما بيقولوا بالعامية اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. ونحن خايفين هذا الشيء يصير بمدينة حمص. حتى اللحظة لا يوجد تحرك جدي لمساعدة المدنيين داخل مدينة حمص. طبعا للأسف المناشدات لا تلقى آذان صاغية، وحتى اللحظة لا يوجد أي شيء لمدينة حمص. طبعا أنا بدي أستغل وجودي على المايك وبدي أحكي عن حملة أخوة اللي أنا عم ديرها، حملة أخوة الخيرية، واللي قسم منكم. بس قبل رح جاوب أخونا اللي حكي عن الحملة عن الهدنة في رمضان. طبعا هناك تسريبات أنه الجربة عم بيطالب يعني بصفته رئيس الائتلاف الوطني عم يطالب النظام بهدنة خلال شهر رمضان، ولكن بالنسبة لقوات النظام وخاصة في مدينة حمص هناك إصرار على اقتحام أحياء حمص المحاصرة. وإن رضي الثوار بما يسمى الهدنة لن يرضى النظام لن يرضى النظام بهدنة على مدينة حمص. النظام قرر أن يدخل إلى مدينة حمص، وأنا كناشط في حمص يعني لا أستبعد ذلك، ولا أستبعد أن يتكرر ما حدث في مدينة القصير، لأنه للأسف قد يعني مهما استطاع المقاتلين في مدينة حمص الاستمرار، كما ذكرت هي حرب استنزاف للقوى والاستلاح. النظام لديه معامل للأسلحة وتمده دول، بينما الثوار الموجودين في الداخل ليس لديهم أي سلاح، والسلاح الذي لديهم هو سلاح خفيف، وإن وجد بعض الأسلحة النوعية ولكنها غير كافي. يعني معركة حمص هي معركة حاسمة، وخاصة لإقامة مشروع الدولة العلوية ولتحقيق مكاسب على الأرض قبل الذهاب إلى جنيف لإجبار المعارضة السياسية للقبول بشروط أقل مما هي متوقع أو مما كان في السابق في جنيف واحد. فأنا بظن أنه ما حيكون في هدنة في رمضان، وخاصة في مدينة حمص. أنا كمان أنا بستغل أنه أنا موجود على المايك حتى أحكي عن حملة أخوة. طبعا نحن حملة أخوة الخيرية حكينا عنها قبل هالمرة، موجودة بمدينة الحولة. طبعا هذا الشهر يعني هذا الشهر الثاني، الحمد لله هذا الشهر بلغ تبرعات ما يقارب 772,500 ليرة سورية، حيتم توزيع على شكل حيرصد مبلغ 50,000 كأدوية لأمراض مزمنة توزع على ما يقارب 30 شخص من هم بحاجة. أيضا مبلغ 300,000 ليرة سوري على 125 شخص بقيمة ما يقارب بين 2000 و 3000 حسب العائلة. وأيضا حتوزع سلل غذائية بقيمة 1500 سلة على 300 عائلة من العوائل المحتاجة. طبعا هاي الأرقام اللي عم يسمعني بيعرف إنه أرقام صغيرة وما بتعمل شيء، ولكن حقيقة إنه يعني مثل ما بيقولوا بالعامية كمان مثل ما بيقولوا بحصة تسند جرة، خصوصا إنه نحن داخلين على رمضان. طبعا أنا هاي الحملة عم بحكي عنها يمكن على سبيل الإعلان، ولكن بالنهاية يعني كلياتنا أخوة، وأكيد نحن عم نحس بوجع بعض. فأنا عم بحطها بين إيديكم حتى تقدروا تساعدونا، وإن شاء الله يجزيكم الخير سلفا للجميع، وإن شاء الله النصر قريب والفرج قريب، وبإذن الله حمص صامدي وبشار الأسد ساقط مهما فعل. الشعب السوري أخذ قرار من أول يوم بالثورة، وخصوصا بعد سقوط أول شهيد، لا تراجع. الموت ولا المذلة كان خيار، وهلا يعني أصبح المصير فقط إما النصر أو الشهادة لكل الشعب السوري. طبعا أي شخص في سوريا هو مشروع شهادي، من أصغر طفل وحتى أكبر شايب. اليوم النظام لا يرحم أحد، الموت أسهل ب1000 مرة من الاعتقال، وهذا ما دفع المقاتلين في حمص المحاصرة إلى ارتداء اليوم. طبعا اليوم كل شخص في حمص المحاصرة مقاتل أو ناشط أو إعلامي يرتدي حزام ناسف ليكون أول استشهادي في حال اقتحمت هذه الأحياء. الله يجزيكم الخير، أنا طولت كثير على المايك، تفضلوا. السلام عليكم. اللي عم يتابع أخبار حمص حيشوف إنه لهلا ما تم تدمير. اليوم وامبارح تم تدمير عربي، واليوم تم تدمير عربي فقط. من 9 أيام حتى اللحظة ما دمرت أي آلية للنظام، فقط هاي الآليتين. يعني لو كان في سلاح نوعي بحمص فكان ما ضل ولا آلية تقدر تخترق باتجاه أحياء حمص المحاصرة تماما. اليوم بحمص الناس لبست أحزمة ناسفة، هذا صحيح مثل ما ذكرت من شوي،
كل شخص لبس، إن كان إعلامي أو ناشط أو مقاتل، لبس حزام ناسك. كل شخص ممكن يتواجد على الجبهة لسببين. أول سبب أنه في حال اقتحام حزب الله أي شخص يحتمل اعتقاله حيكون يعني انتحاري تماما أو استشهادي. شيء ثاني، الآليات اللي راح تخترق أحياء حمص المحاصرة ما عندهم أي سلاح يوقفوها، ما عندهم أي سلاح يوقفوها. ففي أشخاص شغلتهم أنهم يضربوا الآليات بأجسامهم. يعني الحزام الناسف حيستخدم كسلاح نوعي بديل. بالنسبة لحمص، القادة الميدانيين اللي موجودين داخل حمص حتى اللحظة لم يعلنوا أنه استلموا أي سلاح. طبعا اللي عم يصير أنه حمص محاصرة، قصف من جميع الجهات تماما، قصف من جميع الجهات. ولكن أنا أؤكد أنه في حال أراد المقاتلين الدخول إلى مدينة حمص فهذا الكلام يعني بيصير. يعني أي شخص بده يدخل على حمص بيقدر يدخل. اثنين، أخي محاصرة ما معناتها حاطينهم مقننين ومسكرين عليهم. دائما في طرقات، في طرقات بيقدروا يدخلوا منها. يعني ممكن يدخل مقاتلين، وممكن يدخل سلاح، وممكن يدخل غذاء. هذا الكلام جائز. يعني شيء ثاني، اللي بده يفك الحصار عن حمص ما ضروري يكون جواتها. يعني اليوم مدينة تلبيسي بتبعد عن مدينة حمص أو عن حي الخالدية بحدود 12 كيلومتر. فالدبابات اللي موجودة بتلبيسي لو كان في نية لضرب قوات النظام من تلبيسي بيقدروا يضربوا قوات النظام اللي عم تهاجم الخالدية. طبعا أنا مش عم خون حدا هون، ولكن أنا عم بستغرب عدم وجود هذا التصرف على الأقل. طبعا صواريخ الجراد اللي موجودة أيضا، إن كان يعني نحن صرنا نسمح إنه الكتيبة الفلانية عندها صواريخ جراد كذا، أو الكتيبة الفلانية صواريخ جراد كذا. طبعا صواريخ الجراد بين 20 وال 40 كيلو. الأوضاع في مدينة حمص للأسف مأساوية على أقل تقدير. يعني تماما. أنا هاي الفكرة إنه ممكن من يعني إذا كان في سلاح موجود ممكن من تلبيس تضرب، من الرسن بتضرب، من الدار الكبيرة، من الغنطو، من أي منطقة، من سلمية ممكن تضرب على حمص. يعني إذا كان في تفكير حتى من ريف حما، يعني المدافع 130 اللي موجودة، القذائف الصاروخية تبعها بحدود 43 كيلومتر، يمكن أنا بعرف هيك. يعني 43 كيلومتر بتضرب من حما لحمص. يعني لو كان في نية كان هذا الموضوع سهل. ولكن اللي بدي أقوله أو اللي عم بيقولوه الناشطين بحمص أنه اللي عم يصير بحمص هو يعني مخطط له من قبل أو متفق عليه من قبل معارضة السياسية ومعارضة العسكرية مع النظام. لأنه هجمة عسكرية للنظام يقابلها تخاذل يعني لهيئة الأركان. للأسف حتى اللحظة أنا بأكد هذا الكلام، حتى اللحظة ما دخل سلاح على مدينة حمص. طبعا ما هون المخيف أكثر. يعني اليوم بحمص المحاصرة يمكن في 800 عائلة، يعني بحدود خلينا نقول 40,000 شخص، 40,000 مدني ضمن ما يقارب 15 حي. يعني فالمشكلة الكبيرة حتكون بالمناطق المكتظة. يعني مثلا مدينة الحولة تتعرض للقصف من ما يقارب 25 حاجز، محاصرة بأكثر من 27 قرية علوية، زائد أنه السلاح اللي موجود فيها مانو يعني سلاح سيء جدا. فإذا قام النظام باقتحام هذه المنطقة فحيكون وضع مأساوي للغاية. طبعا أنا اللي عم بحكي أنه حمص في حال بقى الوضع على ما هو عليه، فهي في طريقة إلى سلسلة من المتازر تبدأ من أحياء حمص المحاصرة ولا تنتهي في الريف الشمالي. يعني النظام عم يلعب لعبة أنه عم يركز الإعلام على منطقة يقتحم منطقة أخرى. يعني اليوم مثلا كان مثل ما حكينا أحياء حمص المحاصرة عم تنتصف والإعلام كله عم يحكي عن ما يعطوك تماما، ما يعطوك مجال انك تحكي عن حدا ثاني. فأنت كنت عم تحكي فقط أحياء حمص المحاصرة. فبهذا الوقت كان النظام عم يقتحم مهين وعم يعتقل عدد كبير منهم. فأنا اللي عم بحكي إنه حمص للأسف يجب أن يكون هناك تحرك. وأنا برأيي التحرك مو بس لازم يكون ضمن سوريا، التحرك لازم يكون عالمي. يعني لازم الجاليات تتحرك لأجل حمص، ولازم يعني لازم حتى الأشخاص كلها تتحرك بالنسبة. والله يا أخي أنا اللي عم أقول لك إياه، حمص وضعها سيء جدا. وإذا الوضع رح يبقى هيك فأنا ما بدي أكون متشائم، ولكن حمص حيصير فيها مثل ما صار بالقصير.